قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا خسق ومن شر النفاثات في العقد. قل أعوذ برب. أعداء هذا الدين من الكفار والمنافقين ديدنهم في كل زمان ومكان أن يسخروا بالمؤمنين، وتلك قاعدة كررها الله عز وجل بقوله: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، وبقوله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الآية. الاستهزاء بالدين وأهله جرثومة خبيثة غرسها أعداء الأنبياء. قال ربنا: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. والسخرية بالدين وأهله من أخص وأبرز سمات المنافقين. قال الله عز وجل عنهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولشناعة السخرية بالدين وأهله سمى الله عز وجل أهل السخرية بالمجرمين تارة، وسماهم بالقوم الظالمين تارة أخرى. قال ربنا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقال ربنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نهانا الله عز وجل عن مجالسة قطيع الساخرين بالدين. قال ربنا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد فضح الله عز وجل قوما من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون للغزو معهم، لكنهم لا يترددون في لمز المؤمنين والسخرية منهم. وقد توعدهم الله عز وجل بفضح دواخلهم وما تخفيه نفوسهم. قال ربنا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كل هذا التوبيخ نزل في حق المنافقين، وسببه أن المنافقين استهزأوا ببعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا عنهم: ما رأينا مثل قرائنا، أي الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يقصدون حاشا الصحابة أن الصحابة أهل كروش وأهل طعام وهم جبناء عند اللقاء، حشاهم. وهكذا كانت السخرية بالإسلام وأهله سمة خاصة بالمنافقين. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة.
إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت.